ساعات بتيجي لحظات تخلينا نحس ان خلاص الدنيا وقفت، ولو اللحظة دي لحظة فراق، زي مثلا موت الأب، بيبقى بالذات صعب لو مفيش مصدر رزق غيره. بس ربنا بيقول: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حكايات جسور. الحكاية ابتدت في أواخر سنة 50 بأسرة اتفاجئت بموت الأب وسايب وراه 6 أطفال، ومراته كانت لسه صغيرة 28 أو 29 سنة، والابن الأكبر كان 13 سنة، والأصغر كان لسه 6 شهور. لحظة الزمن بيقف عندها، الكل مش مستوعب ايه اللي حصل ولا المسؤولية اللي ما بقتش موجودة. كان الحل الوحيد ان الولد الكبير ينزل يشتغل علشان يقدر يصرف على اخواته ويكفي احتياجات البيت بعد ابوه. عمه الكبير كان ميكانيكي في شركة، قال له تعالى معايا تبقى مساعد باليومية، وبالفعل راح معاه وبدأ يشتغل وساب التعليم وتخلى عن طفولته تماما علشان خاطر اخواته. المهم بدأ يشتغل، مش فارق معاه ايه الشغل، بس المهم انه يجيب فلوس. بس هو كان ولد مميز، بيتعلم بسرعة وعنده تركيز في كل التفاصيل. بدأ عايز يتعلم، ما يبقاش مجرد مساعد، لا عايز يبقى ليه أهمية زي الناس اللي بيشوفه. بس زي ما قلت لك، هو أهم حاجة انه بيشتغل. كان دايما يرجع من الشغل يخش يدي لأمه فلوس الشغل، ويصلي ويدعي ربه لحد ما ينام. كان دايما يدعي ان ربنا يقدره على اللي هو فيه، وان يفتح دماغه اكتر ويتعلم بسرعة. وكان دايما يكلم ربنا ويقول له: انا مش زعلان ولا تعبان من المشيئة بتاعتك، بس يا رب انا طلبي انك تجبرني، وطلبي اني ابقى حاجة كويسة، ان انا لو مت اللي مسؤولين مني ما يحتاجوش لحد. وبعد فترة طلب منه عمه يعلمه، لحد ما بدأ عمه يجزأ الشغل بينهم سوا، وبدأ هو يجرب طرق جديدة تسهل الشغل. وأول ما تمت 18 سنة صاحب الشركة سمع عنه وشاف طريقة شغله المميزة، بعت له وقال له: انت هتشتغل هنا بأجر أكبر، وتبقى ميكانيكي زي باقي الناس الكبيرة في الشركة. فرح جدا وبدأ يشكر ربنا ويدعي أكتر. الولد ده كان دايما يقول: أنا مهما حصل لازم أفضل عامل حساب ربنا في كل خطوة، لأن ربنا هو اللي بيرزق وهو اللي يقدر يوقف الرزق، مش حد تاني. وبدأ يكبر أكتر وأكتر في الشركة، وعلم إخواته كلهم، وكلهم خريجي كليات قمة بسبب ربنا. ثم هو وأول ما اطمأن عليهم اتجوز من بنت عمه اللي بيحبها، وعاشوا مع بعض أفضل حياة. بس برضو الخوف ما سابوش، كل يوم يخاف يحصل له زي أبوه، وخايف أكتر لأن ربنا كان رزقه ب7 بنات، فكان خايف يموت وهم ما يعرفوش يتصرفوا. الراجل ده وصل لأكبر مكانة، بقى رئيس ورش الشركة كلها. وفي يوم ربنا رزقه بولد، وكان فرحان انه هيحمي اخواته وهيبقى سند ليهم طول العمر. وربنا زود رزقه اكتر واكتر، وفترة وبنى بيت كبير ليه هو واولاده، وأمن مستقبل ال7 بنات والولد كمان. الراجل ده كان بيصرف على بيته وتجهيز بناته واخواته وامه في نفس الوقت. بس كان دايما يقول: ربنا هو اللي سامعني ورزقني عشان خاطرهم، انا مش عايز حاجة، انا عايز بس أأمنهم من الزمن. شوفوا الفرق بين طفل شاف ابوه بيدفن وهو مش مستوعب حياته هتكمل ازاي، لراجل وقف في ظهر الكل وكان سند لأمه واخوات وزوجة واولاد. الحكاية دي حقيقية والله في ارض الواقع. كان ممكن يفضل واقف وما ياخدش قرار وما يستحملش المسؤولية، وما كانش قدر يحقق كل ده، بس هو اتكل على الله ومر بجسر غير حياته كلها. ما كانش خايف اخر الجسر ده هيكون ايه، هو متأكد ان جسور ربنا دايما توصل للمكان الصح. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لو عجبتكم القصة شيرها لأصحابك واعمل لايك واشترك، واستنى كل جديد في حكايات جسور.